بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوة من مطبخي. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل الطاجن ده. متهيالي مفيش حد في مصر والعالم كله ما بيحبش طاجن البطاطس باللحمة. اتحدى اي حد يقول ما بحبش الطاجن ده. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. هنعمله بقى مع الرز بتاع الطاجن اللي انا بعمله، الرز بتاعي انا، اختراعي انا. بصوا رز ملهوش حل، مفلفل لاخر حبايه كده بتنزل معاكي مفلفله، تحفه. نروح بقى بسرعه نبدا الفيديو، والمقادير بتاعتنا بسيطه والطريقه سهله موت موت موت. عندي معلقه سمنه عليها معلقه زيت في طاسه، وبعد كده هنبدا ننزل بقطعيه اللحمه اللي عندك. اي قطعيه لحمه، بس انا بحب لحمه الكتف، دي بتبقى حلوه قوي قوي قوي. او عرق التريبيانكو برضو بيبقى حلو وناعم كده وملهوش حل. نزلت باللحمه في الطاسة بمعلقة الزيت ومعلقة السمنة، وبعد كده بقى أبدأ إن أنا أعمل إيه، أديها الصدمة المحترمة. وبعد كده بعد ما نديها الصدمة، بصوا بنقعد نقلبها على الوش ده والوش ده لغاية ما اللون بتاعها يبقى لونه كده بني فاتح، يعني اتغيرت اللون بتاعها، يعني معنى أصح أخدت الصدمة الصح بتاعتها. ما شاء الله، تحفة. مفيش اي حاجة صعبة. اللحمة بتاعة الطواجن يستحسن ان انتي تعمليها بنفس الطريقة، مش بتسلقيها، تمام. يعني هنبدأ ما عدا العكاوي. العكاوي احنا بنسلقها الاول وبعد كده نحمرها وبعد كده نحطها في الطاجن، دي فرق تاني خالص. دي بقى انا اديتها بقى ايه الصدمة بتاعتها، وبعد كده حطيت لها معلقة سكر وفلفل اسمر، وبعد كده نزلت بالمية المغلية. المية المغلية لازم نشيل الريم ده، لازم لازم لازم. الريم اللي على الوش ده يتشال، اوعي تسيبيه. خلاص على كده مفيش اي حاجه صعبه. نزلنا ببصلايه وبطماطمايه وبعد كده حطيناهم على اللحمه معاهم فلفلايه، ونسيب اللحمه براحتها خالص تستوي. دي اللي انا حطيتها دي مش ملح، ممنوع ان احنا نحط الملح على اللحمه خالص غير لما تستوي، تمام. بصوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللحمه بعد ما استوت تحفه تحفه. عندنا بقى حله على البوتاجاز فيها يعني ربع كوباية زيت. ربع كوباية زيت هننزل عليها بمعلقة كبيرة توم مهروس، تمام. هبدأ ان انا اقلب ده الصوص بتاع الطاجن بتاع اللي هو البطاطس. عندي هنا الصلصة متفرزة كانت محطوطة في الفريزر، الحمد لله بعمل كل حاجة بحطها في الفريزر، تمام. وبعد كده نزلت بمعلقة سكر ومعلقة فلفل أسمر، التوابل بتاعتنا فلفل أسمر فقط لا غير، ومعلقة صلصة كبيرة، وهنزل بقى بكوباية شوربة محترمة على الصلصة بتاعتنا، تمام، عشان الطاجن كده يعني ياخد بقى من نكهة اللحمة كلها. أنا بتيجي سيرة اللحمة يا جماعة أنا بضعف جدا جدا قدام اللحمة. أنا شابوه بجد للحمة. اللحمة ده عشقي الأول والأخير بصراحة، يعني أنا بحب اللحمة جدا جدا. أنا من عشاق اللحمة، يعني ما شاء الله. بدأنا نجيب الطاجن بتاعنا وقطعنا البطاطس يعني كده دواير حلقات، وبعد كده هنجيب الطاجن بتاع البطاطس. عندي هنا اساسه الفلفل الرومي والبصل. بدأت ان انا ارص فلفل رومي وبعد كده بصل، وبعد كده هحط البطاطس، وبعد كده هحط، بصوا البطاطس السمك بتاعها لازم يكون تخين شوية مش رفيعة، عشان احنا لسه هنسوي الطاجن ده في الفرن، فعشان بس ما تتهريش معانا. رصيت الاول الفلفل وبعد كده بصل وبعد كده البطاطس، وبعد كده بوريكم الصوص عامل ازاي تحفة. وبعد كده بعد ما رصيت البطاطس برضو هحط بين كل طبقة وطبقة هحط بصل وفلفل، تمام، لان طاجن البطاطس اساسه زي ما قلنا البصل والفلفل. حطي بقى على قد ما تقدري بصل وفلفل ولا يهمك. اول طبقه حطيتها، وبعد كده هروح حاطه يعني في حدود 4 قطع لحمه، وبعد كده هرص عليها البطاطس. بصوا، بربع كيلو لحمه واحد ممكن تعملوا الطاجن ده. بجد صدقوني والله ما تأزموا الدنيا، بجد بجد اقل التكلفه انتوا ممكن تعملوا الطاجن العظمه ده. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، يجنن شكله حلو قوي. الريحه بتاعته تشهي بصراحه، يعني من قبل ما نسويه حاجه روعه. بدأت ان انا ارص بطاطس تاني فوق اللحمه والبصل والفلفل. حطي بقى على قد ما تقدري بطاطس وفلفل، مش مفيش اي مشكله خالص. عندك جزر ممكن تحطي جزر، عندك عايزاه تعمليه سوتيه، بس هو طاجن البطاطس هو ده طاجن البطاطس، مش هنزود ولا هنقلل فيه خالص. والبهارات بتاعته فلفل اسمر فقط لا غير.
هابدأ إن أنا أحط بقى الصوص العسل بتاعي ده، يعني اللي يجنن ده ما شاء الله تحفة، تحفة. هابدأ إن أنا أغطي بقى الطاجن بتاعي. بُصّوا هو أنا باوزّعه كويس جدًا، خلاص إحنا نزلنا بمقدار الطاجن بتاعي. هنحط بالضبط يعني يعني بالضبط لتر إلا شوية صغيرين كده على البطاطس. مقدار البطاطس أنا مش هاقول لِك طبعًا مقدار البطاطس اللي أنتِ عايزاه، يعني على حسب الطاجن بتاعِك، يعني مش هاقول لِك كام بطاطساية والّا كام حاجة يعني. لأ طبعًا يعني واللحمة برضه أنا مش هاقول لِك مقدار اللحمة بتاعِك، يعني أنتِ بربع كيلو لحمة ممكن تعملي الطاجن ده بنُص كيلو، بكيلو، كل واحد على حسب المقدرة بتاعته، تمام. بدأت إن أنا أجيب ورقة زبدة أكرمشها الكرمشة بتاعة الطواجن بتاعتي. طبعًا أنا هتقولي لي بتعملي طواجن كتير، أنا باحب الطواجن جدًا يا جماعة. أنا بجد يعني أنا باحب كل حاجة أعملها في الطواجن، يعني بتدّيني طعم ونكهة وريحة بتوديكِ في حتة تانية خالص. جبت بقى الفويل وغطيته كويس جدًا، وأدخّله الفرن يكون على درجة حرارة عالية، أكون مشغّلاه قبلها بربع ساعة، وبعد كده أروح مدخّلة الطاجن بتاعي ساعة إلا ربع، وبعد كده أروح مطلّعاه. تمام. عندي بقى رز الطواجن بتاعي، حطيت معلقة زيت على معلقة سمنة بلدي، وأقلّب، أقلّب، أقلّب، أقلّب لغاية ما تسمعي صوت الطرقعة بتاعة الرز. أولًا الرز ده أنا باعمله في كل الطواجن، يعني أنا مش هاصور لكم الرز كل مرة، فأنا الرز ده أنا باسيبه عندي عشان أنا اللي ما اتفرجش على الفيديو بتاع الطواجن بتاعي، أي فيديو بتاع الطواجن بتاعي يعرف طريقة الرز، تمام. هو ده رز الطواجن بتاعي. بجد اعملوه وادعوا لي. بصوا كلوه كده لوحده، هيتاكل لوحده. بصوا انا بقلب في الرز قد ايه بالظبط؟ 10 دقايق، فتره لا تقل عن 10 دقايق. عايزه اكتر من كده تمام. حطيت نص كوبايه ميه. برضو انا مش هقول لك مقدار الرز، على حسب ما انت عايزه. دي بقى القشطه بتاعت وش اللبن، اخدت منها معلقتين كبار محترمين كده. وبعد كده كوبايه الا ربع لبن. وعيشي بقى. يا الله على يا الله على الريحه والجمال. الرز ده يتاكل لوحده والله يا جماعه، بجد بجد الرز ده حكايه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كانك بتاكلي رز معمر بس هو رز عادي. حطيت بقى الملح، هاحط الملح بتاعي والفلفل الأسمر، وأقلّب واسيبه يستوي بقى. وهاوريكِ الرز مفلفل إزاي، هاوريكِ جمال الرز مفلفل إزاي. بجد، بجد بتطلع الحباية بحبايتها كده، تقولي إن هو مش مستوي بس هو واخد سِوَاية محترم. بس فترة اللي إحنا قعدنا نقلّب فيه 10 دقايق دي بتخلّي لِك الرز مفلفل جدًا، تمام. بُصّوا بعد ما استوى قلّبي الرز، قلّبي الرز بشوكة. ما تقلّبيش بمعلقة عشان ما يكتّلش معاكِ، تمام. بُصّوا أنا باقلّبه بالشوكة عامل إزاي الرز، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجنّن. حلو أوي، 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 أوي. بجد جرّبوه وادعوا لي. عادي الطاجن خلاص استوى بعد ما عدّى عليه ساعة إلا ربع، واو! يا قلبي، يا قلبي. بُصّوا يا جماعة، طاجن البطاطس والله العظيم بجد أنا باحبه جدًا. وأنا باشرح لكم الفيديو أنا باتجنن عليه، يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بألف هنا وصحة على اللي هياكله، على قلب اللي هياكله، وعلى قلب اللي هيتفرج، وتعملوه إن شاء الله وبالهنا على قلبكم يا رب. ادي بصوا الطاجن، بصوا الرز بقى بتاعي يجنن. الرز بتاع نشوى ده يجنن حكاية. ما شاء الله خلصنا الرز وخلصنا طاجن البطاطس، هنبدأ نغرف. اللحظة الحاسمة، اللحظة الحاسمة. بصوا بقى وأنا بغرف البطاطس طالعة دايبة دوب ازاي، يعني ما شاء الله بجد. وبصوا اللحمة متحمرة وعسل ازاي. قلبي بيرفرف، والله قلبي بيرفرف كده لما بشوف اللحمة. ما شاء الله. تجنن. حلوة قوي، الريحة قلبة الدنيا. ريحة الطاجن يا جماعة بتوديكوا في حتة تانية خالص. ريحة الفرن عموما وريحة الخبز وريحة الحاجات دي روعة. بصوا بقى البطاطس وانا بشيلها، يعني لأ مش عايزة، يعني أنا عايزة آكل، بصراحة أنا عايزة آكل. نغرف بقى الطاجن وأسيبكم وتشوفوني وأنا باكل وأنا باقطّع اللحمة. وجرّبوا الطاجن وجرّبوا طريقة الرز وادعوا لي، وإن شاء الله تطلّعوه أحسن منّي كتير. واللهم احسن ما بين إيدينا يا رب جميعًا، واللهم وسّع في رزقنا جميعًا، واللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. وإن شاء الله بإذن الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة، وانتظروني في فيديو جديد. باي باي.